النهاردة هحكي لكم حكاية جميلة هتعجبكم جدا. الحلقة النهاردة للصغيرين بس الكبار عايزين يسمعوا، اتفضلوا أهلا وسهلا. القصة النهاردة عن نبي جميل قوي، نبي صبور جدا اسمه سيدنا نوح عليه السلام. في زمان بعيد خالص كان في ناس كتير عايشين على الأرض، لكن للأسف أغلبهم نسي ربنا عز وجل وبقوا يعبدوا التماثيل والأحجار والأخشاب، ونسيوا إن اللي خلقهم هو ربنا عز وجل. لكن كان في وسطهم راجل طيب مؤمن بيحب ربنا عز وجل وبيعبد الله وحده اسمه نوح. سيدنا نوح ربنا اختاره عشان يكون نبي، عشان يعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر، عشان يرجعهم يعبدوا الله عز وجل وحده. سيدنا نوح كان بيقول لقومه دايما انهم يعبدوا الله وانهم ملهمش اله غيره، لكن للاسف كانوا بيضحكوا عليه ويتريقوا عليه، كانوا يفضلوا يقولوا له انت بتتكلم كتير، احنا تعبنا منك، احنا مش هنسمع لك تاني. لكن سيدنا نوح ما يأسش، فضل يدعوهم للخير بالليل وبالنهار، في السر وفي العلم 950 سنة. تخيلوا عمر طويل جدا، وهو صابر بيحب الناس وعايز لهم الخير، ونفسه ان ربنا عز وجل يدخلهم الجنة ويرضى عنهم، ونفسه انهم يعبدوا ربنا ويحبوه لان هو اللي خلقهم وانعم عليهم كل الحاجات الحلوة اللي عايشين فيها. لكن الناس دي كانت بتعنده اكتر، لدرجة انهم بقوا ياخدوا هدومهم كده يلفوها على راسهم وعلى ودانهم عشان ما يشوفوهوش، وبقوا يحطوا صوابعهم في ودانهم عشان ما يسمعوش كلامه. ساعتها سيدنا نوح زعل وتأثر جدا، قال لربنا انهم مش عايزين يؤمنوا، وانه كلمهم بالليل وبالنهار، وانه كل ما بيكلمهم اكتر عشان يؤمنوا بالله بيستكبروا وبيتغروا وبيسخروا منه اكتر. ودعا ربنا وطلب منه انه ما يخليش على الارض اي حد مش مؤمن بالله، لان الانسان اللي مش مؤمن بالله ده انسان شرير وهيخلف ناس شريرة زيه، وزي ما الشرير ده مش بيعبد ربنا فاولاده برضه هيبقوا زيه ومش بيعبدوا ربنا، وهيفسدوا في الارض ويسخروا من كلام ربنا ويسخروا من المؤمنين. فربنا عز وجل اوحاله بحاجة غريبة جدا، اوحاله انه يبني سفينة كبيرة. الناس استغربت جدا، ايه ده، سفينة في الصحراء هيمشي بيها على الرملة ولا ايه؟ ده مفيش بحر هنا اصلا. كل يوم يعدوا عليه وهو بيبني السفينة يفضلوا يضحكوا ويتريقوا عليه وعلى المؤمنين بيه اللي بيبنوا مع السفينة. لكن سيدنا نوح عليه السلام كان واثق وعارف ان امر ربنا ليه ببناء السفينة في المكان ده وفي الوقت ده كان له حكمة. بعد ما خلص السفينة جت لحظة معجزة غريبة جدا، ربنا عز وجل امره يدخل في السفينة ويدخل المؤمنين معاه، وما يركبش في السفينة الناس الوحشة اللي ما بتعبدش ربنا، اللي بتعبد الاصنام، اللي بتعمل الشر. وامره كمان انه ياخد من كل انواع الحيوانات والطيور ذكر وأنثى. تخيلوا بقى شكل السفينة كان عامل ازاي، سفينة مليانة ناس ومليانة حيوانات ومليانة طيور، مشهد عجيب جدا. وفجأة السماء بقت تنزل مطر غزير غزير كتير كتير، والأرض بدأت تفور منها مية، فبقت المية طالعة من تحت الأرض كتير جدا ونازلة من السماء لحد ما بقت الدنيا كلها عبارة عن بحر كبير. وطبعا اللي ركبوا السفينة مع سيدنا نوح عليه السلام ربنا عز وجل أنقذهم، أما اللي كفروا وأصروا على الغلط طبعا غرقوا. بس سيدنا نوح عليه السلام كان قلبه موجوع قوي، لأن ابنه رفض يركب معاه، ابنه مرضاش يؤمن بالله، حاول يناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكن الولد رفض وجري على جبل بعيد وقال له الجبل ده هيحميني من المية. فسيدنا نوح عليه السلام قال له ايه، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، مفيش حد النهاردة هيقدر يفلت من عقاب ربنا، تعالى امن بالله واركب معانا. الولد مرضيش وما سمعش الكلام، وجت موجة كبيرة جدا اخدته وسحبته وغرق واختفى عن الانظار، وده كان قضاء الله فيه. بعد أيام طويلة المطر توقف والأرض بلعت كل المية اللي فيها، والسفينة وقفت على جبل اسمه الجودي. ابتدوا الناس المؤمنين يخرجوا من السفينة وابتدوا حياة جديدة، وبقوا يعبدوا ربنا عز وجل من جديد ويشكروا نعمته، وبقوا كل أهل الأرض مؤمنين. يعني احنا كلنا كده من نسل المؤمنين اللي أمنوا مع سيدنا نوح عليه السلام. اتعلمنا ايه بقى من القصة الجميلة دي؟ اننا لازم نسمع كلام ربنا عز وجل حتى لو كانت كل
كل الناس بتسخر مننا، حتى لو بيتريقوا علينا وبيستهزئوا بإيماننا، نثبت على الدين والإيمان اللي يرضي الله. اتعلمنا كمان ان الصبر اخرته نصر. اتعلمنا كمان ان احنا نثق في اوامر الله، واللي هينفذ امر الله هو اللي هينجو، واللي هيخالف امر الله هيضيع. وتعلمنا ان ربنا عز وجل بينجي المؤمنين مهما حصل، ومهما شافوا من ايذاء ففي الاخر هم اللي بينتصروا. قصة سيدنا نوح بتفكرنا ان الحق هيفضل معانا طول ما احنا مع ربنا، مش لما نكون مع الكترة. يعني لما نلاقي الناس كتير بتعمل حاجات ما نقولش ايه يعني ما هي كل الناس بتعمل كده، لا، احنا نعمل اللي يرضي ربنا مش اللي الناس بتعمله. لو اللي الناس بتعمله ما بيرضيش ربنا مهما كان عددهم، حتى لو انت بتعملي الصح لوحدك ومفيش غيرك ماشي في الطريق المستقيم اللي يرضي الله، مالكيش دعوة بكل الناس وخليكي مع ربنا. فانتوا كمان يا امارات اختاروا دايما ان انتوا تبقوا من المؤمنين اللي بيسمعوا كلام ربنا عز وجل. تنسوش تبعتوا القصة لصحباتكم عشان تبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم. بشوفكم على خير ان شاء الله على قناة كنزي زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.